عارفين العذراء اتشفعت لشخص مش بيخلف وجاب ولد؟ في إيطاليا كان في شخص مش بيخلف وراح لدكاترة كتير وإشاعات وتحاليل وعلاج بس مفيش فايدة، وعمل حقن مجهري 3 مرات بس ربنا ما هرتش، وفضل على الحال ده 8 سنين. وفي يوم قرر يروح دير العذراء. أول ما وصل الدير قال أنا نادر أطلع الدير ماشي ومش هركب حاجة. ولما وصل مغارة أمنا العذراء قعد يعيط وقال لها يا أمي يا عذراء، أنا كنت ناوي أعمل حقن مجهري للمرة الرابعة، اديني انتي الواد واللي كنت هدفعه في الحقن ادهولك انتي. وبعد ما طلع من المغارة راح يدفع الندر اللي عليه عند أخت مكرسة، فسألته اسم حضرتك ايه؟ فقال لها فلان. فقالت له اكتب الإيصال باسم مين؟ فقال لها أنا ومراتي. لكن الأخت المكرسة ما كانتش تعرف حاجة، فقالت وهكتب اسم ابنك كمان، هو اسمه ايه؟ فرد عليها وقال أنا عايز ابن. والغريب إنها كتبت اسم الولد جورج، وهو خد الإيصال ومشي. وبعدها لسه كان رايح يعمل الحقن المجهري الرابع، وفجأة مراته كلمته وقالت له تقريبا أنا حامل. فراحوا عملوا كشف وفعلا طلعت حامل، بس الأشعة طلعت بنت، بس هو قال لهم لا ده هو ولد علشان العذراء قالت لي إنه ولد واسمه جورج. وبعد فترة وتقريبا في الشهر 7 من الحمل راحوا عملوا أشعة تاني، وكانت المفاجأة الطفل طلع ولد. فرد عليهم وقال ما هي العذراء قالت لي واسمه جورج، واتولد جورج وكبر وعايش في ميلانو. وانت كمان اتشفع بالعذراء واطلب منها، وبركة شفاعتها تحقق كل أمانيكم وطلباتكم. آمين.